يحكى أيها الأعزاء أن شبيب الشيباني خرج على الحاكم في خلافة عبد الملك بن مروان، فقاتله الحجاج بن يوسف الثقفي وظفر به، وجعل يحاكم ويقتل أنصاره. فأدخلوا له أحدهم فإذا هو ذو سمت وهيئة وهيبة، وقد هم بقتله، لولا أن سمع ضجة عظيمة على الباب، فتوقف وقال لحاجبه: يا حاجب، ما الأمر؟ قال: إنهن نسوة يردن أن يقابلن الأمير، فلما منعتهن صحن وصنعن جلبة. فقال له: أدخلهن لا أم لك. فدخلنا. فيحكى أنهن كن 23 امرأة، تبين أنهن أهل بيت هذا الرجل وزوجاته وبناته وعماته. فأشار الحجاج إلى إحداهن لتتكلم، فقالت منشدة: أحجاج، إما أن تمن بتركه علينا، وإما أن تقتلنا معا. أحجاج، إن تشهد مقام بناته وعماته يندبنه الليل أجمعا. أحجاج، لا تفجع به إن قتلته 98 و42، فمن رجل دان يقوم مقامه علينا، فمهلا لا تزدن تضعضعا. ويحكى أيها الأعزاء أن الحجاج رق لهن وعفى عن الرجل وأطلقه، ورد له عطاءه وزاده 100 دينار، وكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان، فرد عليه يحمده ويأمره بزيادة الرجل 100 دينار أخرى.